نصور هنا بالمكان. اهلا وسهلا. واحييك على قناتك، بس مو عادي تصور هنا، اعذرني. ليش؟ القص العراقي بالبادئ الامر كان يستخدم به لحم الجمل. بصراحه اعتزازي ببلدي وبغداد خلاني احب انقل شغله فلكلوريه خفيفه بسيطه، فاشتغلت السوشي. طبعا بعد طول انتظار اليوم رايح اجرب القص العراقي يا معموري. بصراحه هوايه عالم جاي تمدح بيها هاي اخر فتره، فخلينا نروح نجرب اليوم القص يمه. والعالم كلها تقول انه القص مالته من اول يوم فتح هنا بستوكهولم لحد اليوم هو نفس الجوده، يعني مو يوم صاعد يوم نازل. فهو موجود هنا بياكوبس باري سنتروم، والحلو انه عندهم هنا باركيرينج كامل للسيارات، وتقريبا ساعتين يقدر واحد يوقف هنا. والمطعم مالته هذا الكشك الصغير هو المطعم مالته. بس انا دائما اقول لا تباوع على المكان، باوع على الاكل وباوع على النفسيه. فاليوم راح نجرب يمه القص، هو يسوي يعتقد بس لفات قص. اليوم راح نجرب يمه اللفات العراقيه الاصيله، وراح اعطيكم رايي بكل صراحه. طبعا هسه وصلنا هنا يم المحل مالته او المطعم، هناك مكتوب حياكم وبياكم فوق. خلينا ندخل ونجربه. بس اول شيء قبل كل شيء لازم يسأله انه اذا واحد يقدر يصور جوا ولا لا. راح اطب استاذن من عنده على مود التصوير وبعدين نكمل. مرحبا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ حبيبي حياك وبياك. هلا بالطيب. انا عندي قناه باليوتيوب، عادي نصور هنا بالمكان. اهلا وسهلا. واحييك على قناتك، بس مو عادي تصور هنا، اعذرني. ليش؟ اعذرني. شنو السبب؟ اعذرني. يابا اليوم احنا وين يا معموره بالقص؟ اليوم جاي نجرب القص الاصيل، لان بالفتره الاخيره صار عموري ترند بستوكهولم. ياهو اللي قال لك؟ هاي العالم تحكي يابا ما طيب القاص. يابا عندك متابعين يهجمون على واحد. حبيبي. اليوم جاي نجرب اللفات العراقيه الاصيله يا معموره بالقص، على مود شنو؟ على مود تذكر ايام العراق. بس اليوم راح احط رايي بكل صراحه عموري. فاليوم اريدك تسوي لنا لفه عراقيه اصيله 100%. وقبل اللفه شريت الكلمه مالتك المشهوره حياكم وبياكم. يابا اليوم راح نسافر من ستوكهولم بالبغداد عن طريق لفه عموري. تخيلوا اليوم شلون راح يبدع لنا وشو راح يطلع لنا اللفه. وعلى شرط شنو؟ ما اريدها بها صاص. لا بدون صاص. اي على مود واحد يحس بطعم اللحم. انا احب الناس تاخذها بس لحم. هذا الدخان هو اللي انا احبه. يجي لما تطلع دخانه من الصمونه وتقعد تجيب القص هنا تخليه. انا ادري بيك انت ما تحب اللين. اليوم نجربها بدون ليه من ايد عموري. انا شوف يعني اخذتها توقع على الجرح. الطماطه هيك شويه المشويه وشويه وياها شنو؟ طرشي نكهه. بس اثنين النكهه، اثنين مو للشبع على فكره. الطماطه والمكونات الاخرى هي عباره عن ذوق المتذوق لا اكثر، ولكن المفضل بالنسبه لي انه نكهه ملوحه اللي متمثله بالطرش الخيار والطماطه ما ادراك ما الطماطه، بس هاي لكم حريه التعبير بها. يابا اوصيك عموري تستمر على هذا الطعم وعلى هاي النكهه وعاش ايدك. واوصي كل الناس العراقيين خاصه المغتربين يجون يجربون. نحن يعني بصراحه اكثر نحن بناخذها، يعني بيعرفوا قديش بيجي لعندها انا وشغيلتي. لا يعني انا معروف كثير كمان على التيك توك. عفوي هو على مود انت معروف، احنا راح نخليها. انا جاي اصورك لما جاي تشوفها. تكثر خيرك. انا عراقي حبيبي قلبي هسه راح تذوقوا. انت منين؟ انت من الموصل. هسه هاي اللفه راح ترجعك للموصل قبل. اول شوي تسوي تشريب قص ان شاء الله. هو موجود الفكره تشريب القص. انا اسوي قبل وهسه ان شاء الله راح اسوي. ان شاء الله حبيبي بعدين ندفع لك مشكله. هسه وصلت اللفه العراقيه. انا بالنسبه لي شو اسوي؟ اول ما اوخر هذا مو اريد احس هيك بالصابونه. هو يقولوا ليش حط لها ورق صح. وبعدين شوف هنا نطلع الشريحه هنا مال القص.
هاي انا احسها قبل لا اكلها انه هاي انت بتشتغلها بحب، وانت هاي المهنه فعلا تحبها، اكيد. لانه اندمجت هاي المهنه باسمك عموري ابو القص. مرات احس انه انا اصلا ما متعلمها الشغله، انا دارسها دراسه. على فكره هي الشغله انا هذه داخلها بحب. عمورك اكو عالم يقولون هذا اسمه قص السعاده. شنو هاي الكلمه الجديده اللي اجتي هاي مال قص السعاده؟ قص السعاده وناس يسموه قص الادمان. الادمان. إيه؟ الادمان هذا من المشكلة يسمى قص هو الإدمان؟ علاج. اي علاج للادمان. حلو. اي لان هو ما راح يقدر يتخطى. بس هاي اريدك تسولف لي عن طريقه القص العراقي الاصيل وشلون يتميز عن القص الباقي مال الدول الثانيه. هاي المعلومات لازم شويه على مود العالم تفهمها، تعرف انت داخل بهذا المجال، فاريد هم من العالم تعرف شنو فرق القص العراقي عن الشاورما مثلا التركيه او السوريه. القص العراقي في بادئ الامر ايه هو اكله عراقيه بامتياز بغض النظر عن الشاورما او الدونر. اوكي. الدونر التركي طبعا. اوكي. القص العراقي بالبادئ الامر كان يستخدم به لحم الجمل. في البدايه لحم الجمل. اي فلحم الجمل قوي يعني نكهته قويه. اوكي. زائدا التشريح عندنا مختلف عن تشريح البقيه، احنا شويه اسمك. اسمك احنا شويه اسمك. اوكي. زائدا تتبيل اقل، تخمير اقل، على مود تكون طعم اللحم صح؟ يبين طعم اللحم يبرز اكثر. مرور الزمن صارت بلحم العجل. حلو. لحم العجل حصرا ومع الغنم اكيد، يعني مع الغنم لية الغنم العفو. طيب يعني هسه هذا كله لحم عجل؟ هذا لحم عجل واللية تكون لية غنم. تشوف انت من تشوف حب الناس للشيء اللي تقدمه انت، انا هذا اللي اريد اوصل لك اياه، ينطيك دافع للاستمرار. صح. ويعطيك دافع انه انت تستمر يعني وتبدع بشغلتك. انا احييك على هاي الشغله، لانه بصراحه اكو هوايه عالم بلشوا صح بعدين نزلوا. ليش؟ لانه كل ما انت تصعد بالليفل اعلى كل ما يكون عليك ضغط اكثر. ليش؟ لانه حب العالم. يعني انا شفت تعليقات هوايه بالفيسبوك الحمد لله وبالانستغرام وحتى بالتيك توك، يقولون انه مثلا واحد ينشر قص يقولون له روح يا عموري. هاي انا شفت انه محبه الناس انه تسوي ضغط عليك هوايه، انا متاكد 100%. هو اكيد اكو ضغط ايجابي صح، يخليك تبدع، يخليك تحافظ على الشغله اللي انت تسويها. طبعا بالقصه اكو فريقين، فريق تحب الليه وفريق ما تحب الليه. هاي شلون واحد يقدر يوازن بينهم؟ لا وازيدك من الشعر بيتك، وفريقين همنا اخرين، فريق اول قصه وفريق اخر الشيش. هاي شنو؟ اي والله هاي جديده، هاي ما سمعت تنتظر بس اخر الشيش، يقول لك انا اجيك من الشيش يخلص. أوكي. اريد الشيش نهايته. هاي المونه تكون بيها لو شنو؟ لا هي حسب الشد. طريقه الشد كل انسان طريقته تختلف. ولكن بدايه الشيش دائما تكون هي الاقوى، اقوى بالنكهه. اوكي فهمت عليك. ونكهتها اقوى بهوايه. زين انا بدي اسالك سؤال، التخميره مال القص بشكل عام نفس الشيء؟ لا لو تختلف من شخص لا لشخص؟ تختلف من شخص لشخص، تختلف من مطعم الى مطعم، تختلف من طريقه عراقيه الى طرق اخرى. يعني نقول الطريقه العراقيه هل هي نفس التتبيله؟ لا بشكل عام التتبيله نفسها ولكن التخميره مو نفسها. فاختلاف النكهات تبقى بنوع اللحم والتخميره، شنو التخميره المناسبه لهذا اللحم. تحبيها بصل؟ شنو يعجبك؟ يلا انا اليوم عاجبني احط لك شويه بصل. طبعا انا اخلي البصل نكهه، ما اخليه، فهمتني مو؟ شويه صاص. تاكل هنا مو؟ لازم اكل حبيبي بفوز عليها باسبوع يوم بسويها. انت تشرف تنور بكل وقت. ما شيء سمته معي مده اجي لازم اكل، من اكل مو زين يا حبا اكل كل يوم. عندي ييك عندي هاي نقرس يسموها. حبيبي الف سلام عليك، بس هذا صدق علاج. حبيبي احسها رياضيات، هي طبعا احسها معادلات طبعا حتى اطلع هاي النكهه ويشوفون انا قاعد هنا هو عمور جاي يحكي وانا مندمج بسوالفه وبنفس الوقت قاعد امطق. بردت شلون والله؟ امطق بس على التفاصيل. هاي يعني هاي تحسها مسويها فعلا بحب. انا راح اجرب هسه اول لقمه. انا اريد اشوف هيجي المعنويات، لان انا احس يعني يوم ما جايك من وقت اليوم انا راح اكل من بدايه الشيش هذا، فتكون هيجي راح يكون الطعم يضرب هيجي بالراس قبل. بدايه الشيش ازمه من الازمات اللي اعاني منها.
اللي يخابرون عليها هواي، نحط له بدايه الشيش بدايه الشيش بدايه الشيش. مليون عافيه. هسه انت وين بغداد لو بديوانيه؟ والله بغداد. بغداد. اختار الشارع اللي يعجبك. لا بصراحه طعم رهيب. بصراحه اعتزازي ببلدي وبغداد خلاني احب انقل شغله فلكلوريه خفيفه بسيطه، يعني ممكن تعيشك جو انت بعدها براسك بس انت ما عايش. صح. يعني ابسط شيء مثلا من توقف تقص بالسكينه، انت ما مجبور بهذا الوقت توقف تقص بالسكينه، لا اكو مكاين، لا بس انا بدي انقل فكره الصمونه لازم صمونتنا نفسها. بالعافيه. لا والحلو عموري انه انت فعلا جاي تنقل هي جزء من الثقافه العراقيه هو الاكل. احنا يعني لما نقول احنا من الشعوب اللي نحب بطننا بصراحه، وكل صعبين بالاكل. يعني مو اي اكله تدخل بمزاجنا ولا بقلبنا. فعلا. يعني تتخيل شعب ياكل كل يوم يتم ومرق، كل يوم ياكل لحم، يقعد من الصبح يروح ياكل كباب. تتخيل يعني تحس نفسك انه هاي المنطقه الجغرافيه معزوله عن العالم. العالم يقعدون من الصبح ياكلون هاي المكه شيء خفيف، شغلات بسيطه. العراقي يحب شغلات دسمه، فعلى مود هيك لما نحن نجرب مثلا اكلات مال بلدان ثانيه بصراحه انها طيبات وشيء يعني هم يرفع الراس، بس صعب تدخل العقل الواحد العراقي. حتى العراقيين يخافون يروحون يجربون المطاعم. انا مع العلم انا ضدها، بس هاي طبيعه العراقيين هيك. والكلمه الشهيره حياكم وبياكم. هاي اليوم بدي اسمعها هواي، لان هاي الكلمه اليوم حاتم وياكم. ايه اليوم انا حبيتها، انا هاي الكلمه حبيتها من عندك انت، من اول ما سمعتها حياكم وبياكم من كنت بيوتيوبر كنت متابعك انا على التيك توك. فهاي الكلمه من انت قلتها حياكم وبياكم، وكل ما نسمع فيديوهاتك حياكم وبياكم فبدت تنطبع بعقل كل واحد يشوف هاي الفيديو. هي بصراحه حتى بيها مطبعه الموضوع، وهاي لازم تفهمنا شنو معناته حياكم وبياكم. حياكم الله ايه وبياكم اي بمعنى احسن مقامكم. الله شوف المعنى يا اخي. واحد العربي لازم واحد لما يقول كلمه يفهمها، وانت عاشتي لك انه فاهمها ومتعمق بها. طبعا من الشغلات اللي واحد ما يريدها تخلص اللفه يا اخي، ما لانه اكو شغله كلش انا حبيتها بصراحه، انه انت حتى الصمونه محمصه. الصمونه بصراحه هاي شيء حلو، انه انت جاي تحس الصمونه. انا صمون طريقه شغلي حتى لو هسه طالعه من الفرن انطيها نكهه كريسبي شويه، تصير جدا طيبه، وخاصه ويا الطماطم المشويه وشويه قص. يا سلام ابداع. هيدك تسولف لي عن علاقتك بكاظم الساهر. هواي يعني عالم سيلوني شنو علاقتك بكاظم الساهر؟ انا ما عندي علاقه بكاظم الساهر اصلا. كاظم الساهر الحانه الحان كاظم الساهر مؤثره تاثير كبير على القص. هاي شلون؟ اي والله مو موسيقار هو بالهذا. ايه بالالحان. انا متاثر لدرجه انه انا ابدع كل ما اسمع اغنيه اقوى كاظم الساهر، كل ما اسمع لحن هو يطلع اشياء. يابا هاي معلومات جديده، هاي معلومات ما حد سامعها. هاي وفعلا هو على الانغام وعلى اللحن انت لا فعلا انه طاقه اللي موجوده بالموسيقى اللي قدمها كاظم الساهر فعلا مأثره عندي بالنسبه لي على القص. فعليا واسال الجمهور. هنيك على ذوق كاظم، ومن احسن المغنيين اللي بالوطن العربي طبعا اكيد. لما الواحد يسمعه يعني متاكد العالم اللي عندهم اذواق واللي اذواق هيك رفيعه تسمع كاظم الساهر، لانه مو اي واحد يسمع. بالفعل هو حتى قلت لك علاقته طرديه ويا القص. صح. لانه ما كاظم الساهر انا ترى ما اسوي قص، خلي بالك. اتمنى هذا الفيديو يوصل لكاظم الساهر على مود يشوفه. لا والرجال رياضي ما ياكل قص. عادي، بس المهم انه على انغام اللحن مالته. اي والله على الحان يعني. وين بالسويد بستوكهولم. يعني الزباين والناس والاخوه يعرفون انه انا ممكن اسمع كاظم 12 ساعه باليوم. ادمان هذا. شلون العالم تدمن على القص وتهم العالم تدمن على كاظم؟ اكو طاقه بالموسيقى انا كلش احب الموسيقى. فاكو طاقه بالموسيقى اللي يقدمها كاظم فعليا تاثر على شغل القص اللي اختاره. والله انا يعني كاظم من الناس اللي واحد يقتدون به. يمكن الناس ما تتخيل الموضوع، بس لا تخيلوه. بس انا اريد اسالك شلون بدات التجربه مالتك ويا القص
يعني مو تجربه البدايه ويا القص، شلون بدا الحب للقص؟ لانه يعني انت اختصيت بالقص وطورته بحيث وصلته للنكهه العراقيه، وبعدين وصلت لمرحله انه انت يعني العالم تقارنه بالقص العراقي اللي موجود بالعراق، مع العلم احنا هنا عايشين بالسويد. التتبيلات ما يقدر واحد يجيبها 100% يمكن، لانه تعرف تجي يمكن من العراق او تجي ما اعرف من تجيبها انت. شلون بدا عندك الحب انه وصلت لمرحله انه تطلع مثل القص اللي موجود بالعراق واحنا هنا بالسويد بستوكهولم؟ يعني مو شيء سهل. امانه انا من الناس اللي كنت متعطش جدا لنكهه القص. اللي يريد يختص بشغله لازم يشتغل كل شيء. ليش؟ لان كله ياثر على شغلك، يعني كله انت تاخذ من هنا شيء من هنا شيء من هنا شيء، بعدين يطلع لك شيء. مثلا اخذت 3 اشياء من 3 اماكن ما لها علاقه بالقص، ولكن من ترتبط هي لها علاقه بشيء يخص القص. اوكي. اللي دخلني لهذا انا كنت احب الاكل طبعا شيء بعيد عن القص، كنت احب الاكل شرق اسيا، فاشتغلت بالسوشي. السوشي هاي معلومه ما حد يعرفها. هاي السوشي هو الاساس اللي خلاني اوصل للقص. شيء ما يشبه شيء، ولكن اكو اشياء بالسوشي خلتني انه اني ادخل بموضوع القص. اول فكره دخلت عن طريق السوشي. السوشي يشرحون شرائح جدا خفيفه، صح، اللاكس هذا الشيء علمني على السكينه. اوكي. علمني على السكينه، صارت القصه عندي يعني اي مليمات اسوي لك اياها، تصير مليمات. ليش؟ لان انا تدربت على السوشي. صح، هم شوي يعني كل شيء يعني كلش رقيق يسوونه. فمن بالضبط. فهذا خلاني انه اني اقص القص بدون ما افكر. يعني اول ما بلشت على القص جيت اقص القص انه ما عادي، كانه صار لي 20 سنه انا اشتغل. يعني رسم، واحد يرسم. بالضبط. فهي الشغله اللي تحبها انت. انا كنت حبي للقص قلت لك خلاني انه ابحث انه شلون يصير القص. يعني انت بديت بها تدريجيا لحد ما وصلت لمرحله عن طريق الدراسه وعن طريق بلشت السكينه بالسوشي. اوكي. تدخل المطاعم الاخرى تكتشف الاكلات الثانيه، كل الاكلات مرتبطه ببعض كيميائيا، يعني انه بالمقادير بالكذا شلون تطلع النكهه، نكهه الاكل شلون تطلع. تعدد هاي النكهات خلى عندي خبره بالبهارات بالهذا، فعرفت شلون اوصل لنتيجه انه القص شلون تحافظ عليه بكواليتي واحد، شلون توصل الى طراز معين يرضي المتلقي. ومو يرضي المتلقي، انت عندك الاف الجنسيات تجي تاكل عندك، يجي عندك السويدي، يجي عندك العراقي، يجي عندك السوري، يجي عندك اللبناني. انا بس متفاجئ شلون تقدر ترضي العالم كلهم. نبهتني على حاله انه يجيني الصيني يقول لي اريد قص، ويجيني العراقي يقول لي اريد شاورما. هاي شلون ترى؟ يابا هذا قص مو شاورما. صدق هاي فعلا شنو هذا قص. هذا والله الصيني يجيني يقول لي اريد قص، هذا قص، ويجي العراقي يقول لي شاورما. صدق. فهو ابو الشغله لازم يحافظ على الاكله اللي تخصه، يحافظ على تراثها، يحافظ. هي ترى اكله تراثيه عمرها اكثر من 1000 سنه. 1000 سنه؟ 1000 سنه عمرها. يعني القص حرفيا هو عراقي. هو اصلا اكله عراقيه بامتياز، يعني اكله عراقيه، القص العراقي. اوكي. يعني القص احنا نحكيها هيك، القص يعني ما مرتبط بالشاورما. لا يعني لا، مو مثلا من سلاله الشاورما طلع القص وصار وبعدين تجزأ. يعني هسه مثلا اكو اكلات تطلع من اكلات ثانيه. يعني على سبيل المثال مثلا خلينا نقول البرياني، اكو دجاج اكو لحم، هو كله برياني. فالشاورما هي مو من جزء من عندها القص؟ لا، الشاورما هي جزء من القص وليس القص جزء من الشاورما. يعني معناته القص طلع وبعدين طلعت الشاورما، صح؟ القص اولا وبعدين انتقلت هذه. بالنكبات دائما بالنكبات تنتقل الثقافات، صح. وليس بالاحتلالات تنتقل الثقافات. الثقافه ما تنتقل بالاحتلال. عمر المحتل ما انطى شيء غير بنيان لو شيء ثاني، ولكن بالنكبات. والدليل هسه صارت مشاكل بهواي بلدان من طلعوا نقلوا ثقافتهم برا. صح. ممكن هم احتلوا، صح، ولكن ثقافتهم طلعت برا. مثلا وصلوا الدولمه، وصلوا الفلافل، وصلوا
صح، مثل الجاليه العراقيه بالضبط. لما فبالنكبات جت دائما صح. تنتقل الثقافات وليس العكس. صح فعلا. وهي طبعا من زمن العباسي فتره المعتضد اوكي، بلش القص. بلش القص. فكره القص مو شرط انت تكون انت تبلش بيها هي نفس وبعدين ما تنسب الك، يعني عادي، يعني ممكن تنقطع فتره، بس هي كفكره. مثل ما انه احنا العراقيين يقول لك احنا الكتابه صح. او اخترعنا العجله، صح بس احنا ما مسوين سياره. صح صح لو غلط؟ صح، بس هي الفكره كانت، بس هي الفكره عندنا آه. كانت، فهو هذا الاصل. فهمت عليك. يعني انت متعمق مو بس بالنكهه مال القص، متعمق حتى بالتاريخ مال القص. يعني طبعا هيك طبعا واصل هي مرحلة. الواحد يعني لازم يبحث، لازم يقرا، لازم يعرف الشيء اللي يسويه شنو هو. هذا الشيء اللي يخليك تتمسك، هو لما الانسان يعني هو شيء يوصل، يخصك هذا صح. يعتبر بعدين. بس هو لما توصل اعلى درجات الحب عند الانسان يحب يتعمق بكل شيء، يحب يتعمق بالتفاصيل. فلما انت جاي تسولف لي هاي الشغلات، يعني واصل مرحله انه انت تعرف تاريخ القص منين اجى، بيا عهد، بيا عصر، من اللي كان خليفه بذيك الفتره. عندي فيديو طبعا منزل بيه التفاصيل إيه؟ انه شلون القص بلش وشلون. بس احنا نريد نقول للناس انه مثلا اكو شيء جديد انه حاب اضيفه الفتره الجايه، مثلا اكله جديده يدخلها ويا عموري، مثلا ويا القص، اكو فكره يعني ببالك، مو شرط انه باكر، بس كفكره انه تدخلها بالاكل مالتك. يعني على سبيل المثال مثلا دولمة يعني جيت على وترية ممكن واحد يدخل دولمة، ايه، ولكن شفت الناس متعطشين النكهه القص اكثر من الدولمة. ممكن تسوى بالبيت الدولمة ممكن. فعلا إيه. القص واحد ما يقدر يسوي بالبيت، صح. فاختاريت الجزء اللي ممكن يسد الفراغ اللي يسد موجود الفراغ بالقص. اللي موجود. عاشي لك. بس انا بصراحه متعطش انه اجرب اكلات ثانيه من عموري. ان شاء الله على المستقبل، مو غلط يعني، ان شاء الله على المستقبل راح تشوف لنا بس اكلات. هاي لازم توعد الناس بيها، لانه الناس بدام حبت القص مالتك وعرفت انه عموري لما يسوي شيء يتعمق به، فراح يسويه بطريقه حلوه وطريقه شويه هيك مرتبه، فاكيد العالم تريد تجرب شغلات ثانيه من جديده. اهم ميزه ايه بالاكل العراقي هو ذوق الانسان العراقي صح. قبل كل شيء. فانا اقول لهم انا بيكم اكبر، بيكم استمر ان شاء الله. اوعدكم على المستقبل راح يكون مجال واسع اكثر، راح تكون الاكلات اكثر، وحياكم وبياكم. يلا انا احييك على تواضعك، والله انا جاي احكي لك حتى نسيت اكمل اللفه مالتي، بس والله العظيم عاشت ايدك، طعمي يخبل يعني هسه. وشهادات تزوير. بس انا نكمل من الفيديو هاي اطفيها وهيك متعطش انه تاكل اكمل. الثانيه والثالثه. حبيبي انا جدا حبيبي. اشكرك على تواضعك، حبيبي. وجدا اشكرك على وقتك. شرفتني ونورتني واهلا وسهلا بيك. اول عباره مكتوبه هي شنو؟ اهلا وسهلا بيك واكثر بالوياك. القلب قبل العين فز وتلقاك، وحياكم وياك حبيبي. شكرا يلا. جزيلا، شكرا، عاشتي لك حبيبي عموري. نشوفك ان شاء الله بايام جايه، واكيد العالم هم اللي يشوفون هذا الفيديو ان شاء الله واحد يجي يجربه همينه. انا بيكم اكبر ان شاء الله، وبيكم استمر، والله يحفظكم ويوفقكم. وشكرا حاتم على اطراءك الحلو الجميل حبيبي، واتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. وبعدين راح نجرب همينه شغله عن قريب ان شاء الله، هي البودكاست. فاكتبوا لنا اذا نسوي بودكاست ونتعمق بالشغلات ويا عمور، يعني مو شغلات سطحيه، لا ندخل بالغميج مثل ما يقولون الجنوب. بس تعطيني التاريخ حتى لا انقل تليفوني. حبيبي انت.